ربي يسعد لي اوقاتكم ان شاء الله، تضلوا بخير على طول يا رب. اليوم بدي اعمل مامونية الحلبية وبدي انزل الطريقة على القناة، ان شاء الله تنال اعجابكم يا رب. اول شي هون حطيت سمنة حسب ما انتو بدكم، سمنتها كتيرة ولا قليلة انتو بتتحكموا فيها. عندي هون كاسة سميد. سميد لازم دائما يكون شوي خشن، سميد الناعم بيجبل معكم ما بطلع طيب، يعني انا بنصحكم بسميد الناعم ما تشتغلوا فيه المامونية ابدا. قد ما كان السميد خشن بتطلع المامونية طيبة كتير. عندي هون كاسة سميد، كاسة سكر، وإذا أنتوا بدكم حلاوة أكتر فيكم تحطوا شوي أكتر، وظرف فانيليا، وماء الزهر أو ماء الورد، والمي عندي 6 كاسات بنفس الكاسات كلها، 6 كاسات حاطة أنا. هون أول شي شغلت الغاز على السمنة مشان تحمى شوي السمنة. هون هلا بنحط المي ونحط معه السكر ونحطه على الغاز. وهي السكر ندوب السكر نخليها تغلي معنا. هون عندي حميت السمنة، بنحط عليها السميد وبنقليها. بدي اياها اخذ منها لون حلو. بنهدي عليهم النار يعني مشان احمصهم، وبدي يكون لون ذهبي. هون عنا المي بلشت تغلي، نعيبها تغلي معنا شي 15 دقيقة، وبعدين لبين ما نقلي السميد بلشت تاخد معي لون. هلا هيك بدي اياه انا بهذا اللون. انتوا اذا بدكم اكشف بدكم اغمق انتوا بتحددوا. هلا هون عندي المي صارت تغلي، مي وسكر. هلا بنحط عليها السميد. هلا بعد ما حطينا السميد نحطهم تحريكتين ونغطي عليهم الغطاء ونعيبهم على نار هادية. هلا بدي اهدي النار، والفانيليا والماء الزهر اخر مرحلة بنحطهم، مو هلا. هلا هيك شوفوا كيف صارت معي المامونية. ما بدي اياها كتير مريقة وما بدي اياها كتير سميكة. هلا بنحط الفانيليا وبنحط مثل ما قلنا ماء زهر، ماء ورد، اللي بدكم اياه، وبنغطيه وبنعيفه نص ساعة لتتفتح عندي حبات السميد أكتر وأكتر. شوفوا وقت التقديم، شوفوا نتيجتها كيف صارت. هلا بنفضيها. عندي هون قشطة أنا عملتها على إيدي، بنحط القشطة هلا. بنحط قرفة، واللي ما بحب القرفة لا يحط، بس تطلع كتير كتير طيبة.
واختياري إذا عندكم مكسرات حطوا عليها فستق، واللي ما عنده لا يحط. هلا بناخد الطبق، هاي شكلها النهائي. مع جبنة مشللة، هون عاملة فول. هلا بنحط الزيت فوق الفولات. ان شاء الله تنال اعجابكم طريقتي بالمامونية، عن جد طريقة كتير ناجحة وبتطلع طيبة كتير كتير. صحة والف هنا يا رب.